طيب، النهارده هنتكلم عن موضوع مهم جدا، وهو ايه اللي بيحصل للزمالك او الزمالك اللي بيحصل له كده. السؤال المتكرر اللي هو الاهلي قوي والزمالك ضعيف، ليه ده بيحصل؟ هل ده بيحصل عشان الزمالك ما كانش عنده تخطيط، او في حاجه غلط، او زي ما بيتقال ان الاهلي اتحاد الكوره معاه وفي ناس بتسنده؟ هنعرف النهارده في الحلقه دي. السبب الأول هو الزمالك عنده أزمة مالية كبيرة جدا، يعني الزمالك معهوش فلوس خالص. عنده كمان الحاجة المهمة جدا اللي الزمالك عنده إيقاف قيد الفترة دي عشان ما دفعش فلوس جوز وفرجاني ساسي التاني. واللي أنا بشوفه ده أهم، ده أخطر سبب على الزمالك نفسه أصلا، هو مجلس إدارة الزمالك نفسه. من وجهة نظري إن مجلس إدارة الزمالك سايب كل مشاكله، سايب كل حاجة، وبيحاول يتصدى لحاجات. يعني في مثل كده بيقول في التافهة وبتصدى. إدارة الزمالك بتتصدى في التافهة، بمعنى اللي هي سايبة مشاكل الزمالك في أرض 6 أكتوبر، تقدر أنت مش عارف تعمل فيها إيه. فلوس، ما عندكش فلوس، عندك إيقاف كده، عندك كل ده. إيه ده؟ لأ، زيزو ما سلمش علشان مصر. ليه زيزو ما سلمش على مصر؟ لا، إحنا عايزين بقى، عايزين حق عشان مصر. طب يا حبيبي، في أزمة مالية وفي إيقاف، لا أنا عايز حق عشان مصر. هو كده. يعني مثلا انت كان معاك أرض 6 أكتوبر من 2004، انت عملت بيها حاجة؟ انت عملت بيها حاجة؟ إيه، الدولة ادت لك مهلة، هل عملت حاجة؟ لا، ما عملتش حاجة. انت إدارة حسين لبيب اللي هي تعمل الكاسة بس. المهم، أنا ما حملش المسؤولية. أنا كحسين لبيب والإدارة المسؤولية مش ليا. أنا هلبسها بقى. أنا مثلا زيزو ما جددش، فأنا إيه هلبسها؟ أصل زيزو ده خاين. ما عنديش مانع بقى، انا ماليش دعوه بقى زيزو صح ولا غلط ولا. بس انا مش هقول ان انا غلطت اللي ما عرفتش اجدد زيزو من الاول. طب سيبك من المدرب الزمالك اللي قبل محمد عبد الوهاب، مدرب الزمالك طلع مدرب مش كويس، فانت المفروض تجيب مدرب كويس. فيلا بقى انا ايه؟ هل انا اطلع اقول ان مدرب الزمالك انا غلطت ان انا جبته، او انا ما عرفتش اجيبه؟ لا، ما اطلع. فانا سبت الماتش الاهلي والزمالك في الدوري، فانا خسرت 2-1. الزمالك خسر 2-1. هل انا بقى اقول ان انا غلطت ان انا جبت فانا اجيب واحد تاني؟ لا، انا فضلت سايبه لغايه قبل ماتش السوبر ب 10 ايام ولا باسبوع. فرحت المعين احمد عبد الرؤوف، فراح احمد عبد الرؤوف كسب الماتش، فانا ايه؟ فخمت فيه، خليت الناس كلها تعرف ان انا حسيت الناس كلها ان هو ده المدرب اللي هيشيل الليله. بس انا من جوايا كإدارة انا بشيله الليلة. ليه؟ هو هيروح قابل بيراميدز، كسب بيراميدز، رفعت قرار عشان هو قصاد داخل دلوقتي قصاد الاهلي.